تنزلي لي بكيلو لحمه متقطعه صغنن كده، او حتى لحمه مفرومه، على 3 بصلات كبار مبشورين ومدعوكين بفلفل اسود ورشه جوز الطيب ورشه ملح بسيطه قوي. واول ما اللحمه تتشمع والبصل يدبل في دهونها، انزلي عليهم بشويه ميه مغليه وغطي وهدي النار. اللحمه تستوي، ضيفي الباميه. انا استخدمت 3 اكياس. الباميه تاخد من طعم اللحمه والبصل، انزلي بعصير طماطم وكم معلقه من معجون الطماطم. والطعم يجنن وقيمه غذائيه ما حصلتش، ضيفي كام واحده من الليمون العماني، ده غير الليمون الفريش والفلفل الاخضر اللي بيدوا نفس حلو قوي برضه. وروح الباميه ايه بقى؟ التوم. بس جربي انت كده بس تحطيه ني في ني. انا حطيت معلقتين كبار. وصديق التوم ايه عشان السيمفونيه تكمل؟ الكزبره الناشفه معروفه. رشه سكر بتعادل الحموضه، وورقه لورا بتدي طعم يجنن للصلصه. غطي الباميه بقى وعلى الفرن تكمل سوا لحد ما تتشمع من فوق بالشكل ده. وانا ما بشغلش عليها شوايه، انا بحطها على الرف اللي في النص والنار تبقى شغاله من تحت، مش بس عشان تتسبك وتتشمع، لا ده كمان عشان هتشمي ريحه التوم الني اللي ما بيظهروش غير الفرن. واوعي تنسي بقى المخلل والجرجير وعصره الليمون. احنا في مصر بنحبها قوي جنب الرز وبنغمسها برضو بالعيش. قولولي بقى انتوا بتحبوا تاكلوها ازاي؟ وفي النهايه خالص انا عايزه اقولك، قريت مقوله جميله قوي، اعتبريها رساله: إذا بدا كل شيء حولك مظلما، انظر مرة أخرى فقد تكون أنت النور. أتمنى لو الفكرة اللي قدمتها لكم عجبتكم وخليتكم تاكلوا بامية متسبكة وجميلة بس من غير أي دهون خالص، تعملوا لي لايك وشير وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهي.